السلام عليكم، وأنا عبد العزيز معاكم، ومعايا سؤال عن الصبغة. يعني كتير قوي قالوا لي ليه متحاملة على الصبغة العادية مع إنك بتقولي تغطية الشعر ما فيهوش أي مشكلة. أنا بس جاية المرة دي أوضح الفرق الجوهري ما بين صبغة تغيير اللون وصبغة تغطية اللون. الفرق على فكرة كبير. صبغة تغيير اللون بتكون روابط الشعر متصلة مع بعض، بتفك الروابط دي عشان تنزل اللون الأسود فالشعرة تفتح. فلما أجي أحط لون بقى أيا كان، لون أحمر لون أخضر أيا كان، تستقبله. ولكن أنا لو حطيت اللون بدون السحبة ده اهي، بدون ما أكسر الروابط دي، بدون ما أطلع اللون الغامق أو اللون الأسود الطبيعي بتاع الشعرة، مش هيتم صبغ الشعر أو تغيير لون الشعر. عكس التغطية. التغطية هي مجرد ما بلعبش في روابط الشعر نهائي. بمعنى ايه؟ شعرة بيضة حطيت اللون غطت اللون، ولكن انا لما احط خالي امونيا او خالي من التغيير ده على الشعرة السوداء، ما يتغيرش اللون. ليه؟ هي ما بتلعبش في الروابط، هي مجرد انها بتحط لون. ولذلك دايما اقول للبنات غيري لون شعرك الابيض، لان ما فيش فيه خطورة، هو بيتغطى فقط. اما ان يبقى اللون غامق واسحب، ده لعب في الروابط، وهي دي الخطورة الحقيقية. تمام؟ يبقى انا كده وضحت الفرق بين تغيير اللون وتغطية الابيض. ولو عندك اي سؤال راسليني على الخاص، هرد عليكي فورا.